الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نقدم راسي هشام خلوش، مسؤول جهوي مختبرات فارماسينك. أول شيء أود تقديم كلمة شكر كبيرة لجمعية صيادلة العيون الساقية الحمراء اللي أعطتنا هذه الفرصة باش نشاركوا معها ونساندوها في إحياء التظاهرة العلمية اللي الحمد لله لقت نجاح كبير بحضور كبير. الصيادلة ديال المنطقة كاملين، أطباء، سلطات محليه، صحفيين، والحمد لله احنا كنأكدوا كنأيدوا باش غتكون المؤازره والمؤايده والشراكه الفعاله مع جمعيه صيادله العيون الساقيه الحمراء باش نكونوا معهم حاضرين ان شاء الله في جميع المنتديات ديالهم والتظاهرات ديالهم. وهذه التظاهره الحمد لله كما كتعرفوا اليوم في العالم التطور العلمي كيعرف دائما تطور مستمر ومستجد. الا ما كانوش بحال هاد الدورات ما غاديش يمكنوا الصيادله ديالنا والاطباء ديالنا من التكوين المستمر، ويمكن لهم يواجهوا جميع المستجدات ويكونوا يعني في الواجهه ويكونوا كيعرفوا جميع المستجدات في الميدان الصيدلي والطبي. وكما طلبتوا مني إذا ممكن لي نتحدث على مختبرات فارماسينك، على الدواء الجديد اللي الحمد لله كيشرف المغرب، كيشرفنا كامل كبلد مغربي باش يكون عندنا الدواء الكامل اليوم ديال ليباتيت سي. كما كتعلموا الحمد لله هذه الادويه كانت متواجده في العالم في الولايات المتحده مثلا، وكانت التكلفه ديالها غاليه جدا. والمغرب اليوم الحمد لله تمكن من مختبرات فارماسينك حيث عنده في المختبر ديالو يعني جهه مختصه اللي كتحتوي على جميع المستجدات والاليات الحديثه اللي كتمكنها من تطوير هذا الدواء. وتمكنا الحمد لله من تطوير هذا الدواء وهو الاس اس بي 400 وجميع الادويه الاخرى اللي كتمشي معاه باش يمكنوا الحمد لله بمعالجه ليباتيت سي. والبرنامج ديالنا ان شاء الله باننا نحيدوها ان شاء الله من المغرب. واليوم الدواء راه موجود، الاطباء الاختصاصيين بداو كيقيدوه، والمرضى بزاف ديال المرضى الحمد لله اللي تشافوا وتعافوا. وان شاء الله في المستقبل القريب ان شاء الله غيمكن لنا ما نبقاوش نسمعوا على هذا المرض اللي كان خطير. والحمد لله اليوم هو توجد العلاج ديالو. وشكرا. ألا تفكرون في فتح مكتب يعني اتصالات ديالها شركة فارماسينك بمدينة العيون؟ مدينة العيون حنا الحمد لله هذه ثاني خطرة كنجيو، يعني ما كانش عندنا الفريق الكامل اللي يمكن له يجي للعيون. اليوم الحمد لله في الاستراتيجية ديال المختبر ديالنا كونا هيئات طبية في المدن الكبيرة ديال المغرب. والان مدينه العيون غادي يكون في اول اطار باش يمكننا يكون تواصل وتكون واحد يعني دي فيزيت ريغوليير، يعني دورات تكون بتوقيت محدد. غادي يكون من مدينه اكادير ان شاء الله بحول الله كل شهر غادي يكون فريق ديالنا غادي يبدا يجي، يعني ابتداء من هذا الشهر هذا الى المستقبل الدائم ان شاء الله بحول الله باش تكون دائما الوجود ديالنا حاضر، يعني مع الاطباء مع الصيادله. غادي يكونوا مندوبين طبيين، يعني تقريبا غادي يكونوا واحد 8 ديال الاشخاص اللي غيبداو يجوا يعني كل شهر. وكاين حتى المندوب ديال الصياد اللي كيدوز عند الصيادله حتى هو مختص اللي كان اتصال بهم يعني من القديم. واليوم الان غادي يكون اختراض اكثر من مدينه العيون والنواحي ديالها كامله.